دستور مصر بعد ثورة 25 يناير أكيد ما كناش ده اللي نتمناه. إحنا ما عملناش الثورة عشان نلاقي كل حاجة زي ما هي. مجلس الشعب نسبة 50% عمال و50% فلاحين. مجلس الشورى ما زال موجود حتى في المسودة نفسهم مش عارفين فايدته إيه. ازدواج تشريعي أو إنهم حاطينه في خانة الاحتياطي عشان لو مجلس النواب مش موجود الرئيس يحلف أمامه. ده مش دستور بلد. دستور البلد لازم يبقى فيه نظام واضح. إحنا قلنا عايزين نظام خليط بين البرلماني والرئاسي، ما يبقاش نظام رئاسي كل صلاحيات الرئيس. الرئيس هو اللي بيعين قضاة، الرئيس هو اللي بيعين رؤساء الأجهزة الرقابية، الرئيس هو اللي بيعين رئيس الحكومة، الرئيس هو اللي بيضع سياسة الدولة وبينفذها من خلال وزراء. لا يوجد أي أثر لأن احنا لمسنا تغيير سياسي في وجود دور للبرلمان في الحياة السياسية. اللهم إلا زي ما كان بيحصل أيام مبارك يجوز للبرلمان أنه يسحب ثقة أو يطلب سحب الثقة من وزير أو من حكومة. هل ده يعتبر نظام برلماسي؟ هل ده خليط بين النظام البرلماني والرئاسي؟ هذا النظام رئاسي وأحيانا يجنح للبرلماني في اختيار رئيس الوزراء في المرحلة الثانية أو الثالثة بعد فشل اختياره الأول. بتأتي بعدها الكارثة الكبرى. الكارثة الكبرى دي متمثلة في باب كامل اسمه الدفاع والأمن القومي. باب الدفاع والأمن القومي بيبدأ بأكبر كوارثه وهو مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي في الأعراف العالمية كلها يجب أن يكون مجلس استشاري تضيق دوائر اختصاصه لتشمل تحديد استراتيجيات الأمن القومي. يجب أن يكون متعدد الآراء في الخبرات اللي موجودة جواه ولا يكون دوره إلزامي. لازم ينص صراحة على أنه استشاري للرئيس. ليه؟ أي دولة بتتكون من 3 سلطات رئيسية: السلطة التنفيذية اللي بيبقى على رأسها رئيس الجمهورية المدني المنتخب، والسلطة التشريعية اللي بيمثلها البرلمان الشعبي المنتخب، والسلطة القضائية اللي بتقوم بدورها الفني في أعمال القضاء دون أن تحتكر سلطة تنفيذية أو تشريعية. ال3 سلطات دول عشان يبقوا متوازنين ما ينفعش يكون في فوقيهم سلطة لها صلاحيات تنفيذية أو لها صلاحيات تشريعية تتحرش بالسلطات دي. مجلس الأمن القومي اللي بيضم في عضويته أيا مكان يجب أن يكون صلاحياته استشارية غير تنفيذية على الإطلاق ولا يوجد فيه أي آلية للتصويت. بعدين ننتقل بعديها هنلاقي مجلس الدفاع الوطني، ودي سقطة تاريخية ليست موجودة في أي دولة من دول العالم. مجلس الأمن الوطني، مجلس الأمن القومي بيضع استراتيجيات الدفاع والأمن القومي. أما مجلس الدفاع الوطني فبيهتم بوسائل تأمين البلاد وحمايتها وبيهتم بشؤون المؤسسة العسكرية بالكلية، بتكون أغلبيته عسكرية، بنجد ليه دور تنفيذي وصائي فوق الرئيس. حتى كلمة وسائل تأمين البلاد وسلامتها كانت ذريعة لانقلاب العسكريين على الرئيس في أكثر من دولة. شفناها في التجربة التركية، انقلبوا على 4 رؤساء وزارات و4 حكومات، منهم 1 أعدم اللي هو كان عدنان مندريس. شفنا في تشيلي إعدام 5 رؤساء. شفنا ليها نماذج فاشلة كتير في كل بلاد العالم. هذا المجلس هو مجلس وصائي بالأساس يتغول على صلاحيات الرئيس. الأصل في مجلس الدفاع الوطني إن مجلس الأمن القومي ما يكونش موجود أو يكتفى بمجلس الأمن القومي دون مجلس الدفاع الوطني. بيكون دورهما سواء ده أو ده استشاري غير ملزم، ولا يوجد حتى أي نص يلزم بأخذ رأيه في أي مادة من المواد. بنجد بعدها نص واضح على وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا يعرف النص من رئيسه، لا يعرف النص ما دوره، لا يعرف النص ما شروط انعقاده. هذا المجلس لابد أن ينص بوضوح على أن رئيسه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية، وأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يدعو هذا المجلس للانعقاد، وأن هذا المجلس لا يصح انعقاده بغير وجود القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذا المجلس يتناول الأمور الفنية للقوات المسلحة والأمور الفنية فقط. ده بيمدد شرعية الدولة تبقى فوق الجيش، وبيضمن عدم استئثار قيادات الجيش بأي مصدر من مصادر القوة للانقلاب على السلطة الشرعية. الكارثة الكبرى بتأتي في الدور الوهمي المسمى بالقضاء العسكري. القضاء العسكري هو في الأصل مجالس تأديبية عسكرية قائم عليها عسكريين في المجال الفني العسكري وفقط. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحكم مدني أمام القضاء العسكري.
حتى لو كانت الجرائم عسكرية. لو الجرائم عسكرية وأنا شخص مدني ارتكب هذه الجرائم، فمن الطبيعي أن يكون خصمي في هذه الجرائم هو المؤسسة العسكرية. فإزاي اللي يحاكمني تكون المؤسسة العسكرية؟ يعني الخصم هو الحكم. وإزاي ده يبقى تشريع عادل أو حكم عادل؟ بالإضافة إلى أن هذه المجالس بتكون ضيقة في الاختصاص، إنها بتحكم في الأمور الفنية فقط. فبالتالي العسكريين نفسهم لو ارتكبوا أي جرائم مدنية لا يجوز أن يحكموا أمام المحاكم العسكرية. المحاكم العسكرية تاني كما في نص مسودة الدستور 1954 ما هي إلا مجالس تأديب عسكرية تخضع للجرائم الفنية العسكرية التي يقوم بها العسكريين أثناء تأدية واجبهم العسكري، لا علاقة لها بالمدنيين ولا بالجرائم المدنية. بنجد في مادة قانون التعبئة العامة أنه بيحيل المنازعات الإدارية للقضاء العسكري. القضاء العسكري ليست جهة قضاء من الأساس، هذا تغول على السلطة القضائية. تظل المؤسسة العسكرية مؤسسة من ضمن مؤسسات الدولة التي يجب أن يكون مثلها مثل باقي المؤسسات هناك دوائر تختص بالمنازعات الإدارية الخاصة بكل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية. ثم تأتي الطامة الكبرى اللي بعض السياسيين ضحكوا علينا أو بيحاولوا يزيفوا لنا إنها المادة المشهورة في وثيقة السلم تم حذفها، وهي أن المجلس الدفاع الوطني يناقش موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. الحذف حصل لجملة على أن تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة، فأصبحت أنه بيختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة ولم تضع حتى شرطا بأن تدرج حتى رقما واحدا في موازنة الدولة. يعني حصل إجحاف على موازنة الدولة، وإن الموازنة العسكرية بقت محصنة تحصين تام من الرقابة، وأصبح العسكريين لا يسألون عما يفعل وغيرهم يسأل. موازنة القوات المسلحة في دول العالم كلها تراقب بطريقتين لا ثالث لهما. الطريقة الأولى هي أن تتم مناقشة الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة في جلسة عامة من جلسات البرلمان. خلال هذه الجلسة بيتم طرح البنود بتفصيلها ومناقشة كل بند فيها ومراجعة كل بند فيها دون أي حجاب للسرية على هذه الموازنة، وتقوم بهذه المناقشة السلطة الشرعية المنتخبة الممثلة في البرلمان. طيب النموذج ده موجود فين؟ موجود في إنجلترا، أسبانيا، اليونان، تشيلي، البرازيل ودول أخرى كتير ممن اكتمل تحولها الديمقراطي أو في الطريق لاستكمال تحولها الديمقراطي. النموذج الثاني بيتبع في بعض الدول اللي بتبقى منتجة ومصنعة للسلاح أو ذات حساسية في الأمن القومي بيها، مثل أمريكا وإسرائيل. طيب أمريكا وإسرائيل بيناقشوا موازنتهم إزاي؟ بتقسم موازنة القوات المسلحة إلى بندين: بند التسليح وبند غير التسليح. بنود التسليح بيتم مناقشتها في جلسة خاصة في اجتماع بين لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الخطة والموازنة في البرلمان. بيجتمعوا ويناقشوا بنود الميزانية ثم يرفعوا تقريرا مفصلا لهيئة البرلمان. بقية البنود غير بنود التسليح بيتم مناقشتها في جلسة عامة من جلسات البرلمان دون أي حجاب للسرية. دول النموذجين اللي موجودين في العالم كله. مصر دولة في هذا العالم، نحن لا نخترع. ميزانية الجيش المصري بأدق تفاصيلها موجودة في صفحات على الإنترنت من الدول التي نستورد منها السلاح ومن الدول اللي احنا ملزمين بمعاهدات أمامها لنفصح عن كل ما لدينا. لا يوجد أسرار عسكرية في ميزانية الجيش المصري تحجب على المصريين. أسرار الجيش المصري من ميزانية هي ليست أسرار على الإطلاق، هي من خرافات الأمن القومي في مصر وليست حقيقة. وزير الدفاع نص الدستور صراحة على أنه هو القائد العام للقوات المسلحة، وأنه يأتي من بين ضباطها وأفرادها. طيب في كل دول العالم اللي أتمت تحولها الديمقراطي كانت بترى أن في خطورة على الجيش من أن يسيس أو تؤثر عليه الأهواء السياسية والحزبية. لذلك كانوا بيروا أن في ضرورة للفصل بين العمل الفني في القوات المسلحة اللي بيبقى متمثل في أعلى رتبة فنية في القوات المسلحة وهي القائد العام، والعمل السياسي الذي يحتك بالقوات المسلحة اللي بيبقى متمثل في وزير الدفاع، على اعتبار أن الوزراء كلهم سياسيين بالأساس، عملهم سياسي بالأساس، ليست لهم أي علاقة بالعمل الفني غير سياساته والإشراف عليه. لذلك وجب أن يكون القائد العام للقوات المسلحة
هو رئيس الأركان باعتباره أعلى رتبة فنية في القوات المسلحة، أما الوزير فيكون منصبا سياسيا يدير سياسات إدارة الدفاع تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية. بتأتي في مواد الجيش نقاط أخرى لا نجد الدستور قد تحدث عنها على الإطلاق، وهي ما هي القواعد المنظمة لاستدعاء القوات المسلحة لأي ضرورة مدنية داخل البلاد. بمعنى لو حصلت أي كوارث طبيعية أو أي كوارث نحتاج فيها لتدخل القوات المسلحة، ما الذي سينظم هذا التدخل؟ هذا التدخل لابد أن يكون منصوص عليه في الدستور بأنه يتم باستدعاء من رئيس الوزراء، استدعاء رسمي من رئيس الوزراء، يأتي بعده استجابة من رئيس الجمهورية بأن يدعو القوات المسلحة للتدخل المحدود لفترة محدودة وعلى نطاق محدود تحت إدارة وإشراف السلطة المدنية المنتخبة. ليه؟ لأن الجيش مش مجال عمله إنه يخش في الأمن الداخلي أو في الكوارث الداخلية. الجيش دوره هو حماية الحدود والدفاع عن الأوطان. ونذكر جميعا الفيديو المضحك اللي شفناه أثناء الثورة لإحدى وحدات العسكرية وهي تتبع بعض المجرمين اللي هربوا في مدرسة فقاموا بضرب المدرسة بالمدفعية. المجرمين لا يواجهون بالمدفعيات. لذلك القوات المسلحة إذا تدخلت في شؤون الأمن الداخلي أو في شؤون البلاد من الداخل تحتاج لتوجيه وإدارة وإشراف من السلطة المدنية المنتخبة، بل إن تدخلها لا يزيد عن فترة محدودة. إذا ارتأت السلطة المدنية أنها تزودها لابد من موافقة أعضاء البرلمان، ولابد أن يكون هناك تقرير دوري مقدم للبرلمان بجميع التفصيلات والحيثيات التي تستدعي تدخل القوات المسلحة. كذلك لم نرى أي مادة في الدستور تجرم تدخل أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو أي قيادة من قيادات القوات المسلحة في المجال السياسي الداخلي، سواء كان الشأن السياسي المدني أو الشأن السياسي التنافسي على مصادر السلطة. يعني إيه؟ لو وجدنا مثلا أن بعض قيادات الجيوش بيدعموا أحد المرشحين في انتخاباتهم البرلمانية أو بيدعموا مرشح ما في انتخابات رئاسية، هذا يعتبر تدخل في العمل السياسي المدني. لو وجدنا تعليق من أحد أشخاص العسكريين على شأن سياسي داخلي يحدث في البلد، هذا كله يعتبر تدخل في الشأن السياسي المدني، لابد أن يجرم. وبطبيعة الحال في كل الدول التي تريد أن تحفظ جيوشها من أن تجرفها التيارات السياسية تجرم مثل هذه التدخلات لتحمي الجيش ومن ثم تحمي الوطن. المفاجأة الكبرى، هذا الدستور الذي تحدث عن مجمع اللغة العربية وتحدث عن البنك المركزي أغفل أن يتحدث عن جهاز المخابرات العامة، أكبر جهاز مدني استخباراتي في البلد، وأغفل أن يذكر أنه جهاز مدني مجال عمله المعلومات والاستخبارات فقط، يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، مستقلا عن المؤسسة العسكرية ومستقلا عن وزارة الداخلية والأمن الداخلي، يعين له رئيس الجمهورية رئيسا بدرجة وزير. هذا الجهاز يجرم أن يتدخل في الشأن السياسي الداخلي أو الشأن السياسي المدني أو الشأن السياسي التنافسي على مصادر السلطة، مثل التلاعب في مجرى انتخابات، سواء بالتأثير لاختيار أحد المرشحين أو بالدعاية السلبية والإيجابية في صالح أحد المرشحين. هذا الدستور افتقد للتعريف بدور جهاز المخابرات. هذا الدستور لم يفرض فرعا لجهاز المخابرات يعرف دوره ويحميه من تغول السلطة العسكرية عليه أو من تغول جهاز الأمن الداخلي عليه. ثم تأتي مادة الشرطة. الشرطة عموما جهاز يعمل في الأمن الداخلي، وهذا الجهاز في النظم البرلماسية أو النظم المختلطة بين البرلماني والرئاسي يكون رئيسه العام هو رئيس مجلس الوزراء. طيب ما الحكمة في أن يترأسه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فبالتالي هو يحتكر مصادر القوة والدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية. فبمنطق التوازن السياسي يجب أن يكون رئيس الوزراء هو المسؤول عن الأمن الداخلي، حتى يحدث خلط في دوائر الاختصاص عندما يكون رئيس المؤسسة التي تدافع عن البلاد ضد الأخطار الخارجية هو نفسه رئيس المؤسسة التي تحمي الأمن الداخلي. هذا التداخل قد يؤدي إلى إقحام الجيش في المسائل الداخلية أو تغول الأمن الداخلي على مخصصات الجيش. وأظن كلنا عارفين بعد الثورة لما وجدنا جهاز أمن الدولة يتجسس على بعض الوحدات العسكرية، ووجدنا المخابرات العسكرية تتجسس على أمن الدولة في التبادل. لنحمي البلد في الفصل والتوازن بين
سلطة المؤسسة العسكرية وسلطة الأمن الداخلي، يجب أن يكون الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة هو رئيس الوزراء. كذلك اشتملت المادة دي على إغفال لنقطة خطيرة جدا، وهي أن يكون عمل جهاز الشرطة مستقلا عن الانتماءات السياسية والحزبية، وهذه نقطة لا يستهان بها على الإطلاق. ليه لا يستهان بها؟ لأن أفراد الشرطة هم مخالطين لنا في المجتمع، ما هماش عايشين على الحدود أو عايشين في كتائب ووحدات مغلقة، لا، ده عايشين معانا في المجتمع ومخالطين لنا، فيجب التشديد على أن عملهم يخلو من الانتماءات السياسية، يجب التشديد على أن عملهم يخلو من الانتماءات الحزبية، حتى لا نجد جهاز شرطة في عصر ما يمنع الناخبين من الوصول للجان، لأن الحزب الذي تؤيده الشرطة لا يحظى بشعبية ما، مثلما كنا نرى مع الحزب الوطني في العصر البائد. من النقاط المهمة التي جاءت بها هذه المادة أنها وضعت سقفاً لالتزام جهاز الشرطة بحدود الكرامة الإنسانية، وهذا السقف هي ما يكفل للضباط الشرطة أداء عملهم. هذا السقف يجب أن يحذف نهائيا. لا يوجد سقفا للكرامة الإنسانية. على الشرطة وعلى الدولة أن تطور وسائل البحث الجنائي، فتعتمد على التكنولوجيا والوسائل الحديثة في البحث الجنائي، بدلا من أن تكون وسيلة البحث الجنائي الوحيدة هي إنك تمسك المشتبه فيه وتفضل تضربه لغاية ما يعترف، سواء عمل الجريمة أو ما عملهاش. حدود الكرامة الإنسانية غير موجودة، السماء هي حدودها ولا يجب وضع سقف لها.